بعد 6 أشهر من المشاورات، اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية تخلص في تقريرها إلى إصدار 81 توصية تهدف بالأساس إلى ضمان توفير الأدوية بجودة أفضل وسعر مناسب في السوق بدون انقطاع وسهولة في الوصول للدواء. الأدوية غالية بالنسبة للمغاربة، احنا بغينا أحسن ثمن ديال الأدوية بالنسبة للمريض، أحسن ثمن بالنسبة للمصنع، وكذلك أحسن ثمن للموزع وكذلك للبائع يعني الصيدلي. 320 دواء من المنتظر أن يعرف نسبة تخفيض جد مهمة تتراوح ما بين 50% إلى 80% في الخطوة الأولى، في انتظار أن تشمل العملية 1000 منتوج آخر. اللي غادي نقول من هذا الموضوع انه الثمن ديال الادويه غادي نحاولوا نقصوه، غنمشيو في اطار نقص المواطن محتاج لهذا الشيء، الدواء غالي، ولكن موازاه باش الدواء غنقصوه نخفضوه بالنسبه للمواطن، كذلك غادي تدابير اللي غنعرضها عليهم مصاحبه اجراءات موازيه باش الصيدلي يحافظ على التوازن المالي والاقتصادي ديالو.